زمن دور يا زمن بحكايتك دور دور يا زمن دور يا زمن بحكايتك دور يا زمن دور يا زمن بحكايتك دور يا زمن دور يا زمن بحكايتك دور حلوك ومرك جاي بتدور دور يا زمن حلوك ومرك جاي بتدور دور يا زمن في طريق مرسوم وقدر مقسوم ولا حال بيدوم دور يا زمن في طريق مرسوم وقدر مقسوم ولا حال بيدوم دور يا زمن بسكتك داير ما يدور داير ما يدور دور يا زمن دوار دي الرحلة مركبها صغير والعمر مشواره قصير والدنيا مهما تغير ناس عمر الأصيل ما بيتغير ولو عطش الصبار يا زمن دوار فيه ناس بتبني الناس بتهد وناس بتقطع ناس بتدود وناس تدوس على ناس ده زمن دوار يا زمن غني وفقير وكبار وصغار ده انت مش هتوافق؟ مش في موضوع الشهادة يعني؟ لا مش عشان الشهادة، عشان الفلوس. هي فضلت الأغنى وبس. كريمة دي ما تستاهلكش. أنا تعبت يا شادية وزهقت، تعبت وزهقت. يا ريت لي إن أهلها ما وافقوش علشان أبويا، وأنا قلت له وافق على مشروع صفية. انت عارف عم إبراهيم مش ممكن هيوافق على الفكرة دي. يعني هو احنا مش عارفينه؟ كمان انت غلطان بقى انك جيت معاهم ضده. لا يا شادية لا، هم عندهم حق، هو اللي لازم يغير شغلته علشان خاطر ولاده على الأقل. وانت ما غيرتش ليه شغلتك؟ أنا ظروفي غير ظروفه. يا واد انت بتهرب ليه من الحقيقة للوهم ده؟ ليه بتهرب من مصر وتروح اسكندرية؟ فاكر يعني انك هترتاح بعيد عنك؟ يمكن هنسى شوية اللي حصل وارتاح. بالك انا لو منك اخد الشنطة دي على طول وارجعها البيت وانسى الموضوع ده خالص. مستحيل مستحيل، انا سبت خلاص شغلي هنا وراح الشغل اللي هناك. انا لازم اغير كل حاجة، لازم اغير الظروف اللي خلت كريمة ترفضني. سماحة يا ابني، استهدى بالله كده واهدى وارجع بيتك وشغلك. خالتي انا جيت بس عشان اسلم عليكم، ويا ريت كمان تقنع ابويا انه يغير شغلته، يغير شغلة المنادي دي علشان خاطر عياله. السلام عليكم. عليكم السلام.
بالسلامة يا ابني. لا حول الله يا ربي. انا مش زعلان يا نوز علشان سماحة سابني وسافر اسكندريه، لا. انا كل اللي خايف منه انه يقابل امه هناك. يا سي ابراهيم، اسكندريه واسعه ومليانه ناس، هيشوفها فين ولا هيعرفها ازاي؟ ما تنسيش ان سماحة اكبر العيال وممكن يكون فاكر شكل امه دلوقتي. معقول يا سي ابراهيم؟ دي سنين طويله والواد كان لسه عايش، هيفتكر حاجه ازاي؟ جميلة عرفت سكاتي خلاص ومش هتحمد الا ما تشوف العيال، ولو شافت حد فيهم وعرفته مش هتسيبه ابدا. سي ابراهيم، انت متاكد انك شفتها وكلمتها؟ يعني ايه متاكد بقى؟ وانا خلاص بقى خرفت يا نزهه. يا اخويا بعد الشر عليك، مش قصدي، بس يعني ساعات الواحد كده بيتهيأ له انه شاف حاجات، سمع حاجات. يعني انا ساعات بيتهيأ لي اني شفت زينهم. بس انا كلمتها بلساني ده وشايفها بعينيا دول زي ما انا شايفك قدامي بالظبط. لا، امال ازاي ما رجعتش تاني؟ دي كان لازم ترجع على الاقل عشان تشوف ولادها. وده اللي محيرني. ما يمكن مش هي. انت مش بتقول قالت لك انا مش جميله، انا هند؟ ايوه قالت كده، بس هو انا يعني هتوه عنها يا نزهه. جرى ايه؟ انت هتشككيني في نفسي ولا ايه؟ هلا دي كانت مراتي 5 سنين على بعض. ايوه يا اخويا، قول كده بقى، قول انك انت حنيت ليها والخمس سنين. يا الف نهار ابيض. ده احنا بنغير اهو. طيب ما قلنا نلم الشامل ونخلص، ولا لحد هنا ولا؟ يا سي ابراهيم، ما انت عارف معزتك في قلبنا قد ايه، بس ايه بس ايه؟ بس يعني انت من يوم ما رجعت جميله وانت اتغيرت، اصلها خدتك مننا. انا ما حدش يقدر ياخدني منكم ابدا، بس انا خايف قوي من الموضوع ده. اللي انت طيب وانا طيب وراضيبك. بقول يا ست نزهه، مش مره تعزمي عليا بكوبايه شاي جرعانه كده؟ وانا مش برضه شغال معاكم ومنكم؟ ايوه يا سي ابو الفتوح، شغال معانا. امشي يا فتوح، شوف شغلك يلا. اسكت يا عم ابراهيم، الصداع الله لا يوريك مكلبش في دماغي اخر تكلبشه، ونفسي بكوبايه شاي هي من ايد نزهه الحلوه. خلاص يا اخويا، روح شوف شغلك وانا هعمل لك كوبايه شاي تمام توزن نافوخه. هنشرب كلنا دلوقتي ونطفحك معانا. ربنا ما يحرمنا من بعض. ايه ماشيه معاكي فله والرزق بالهبله، التجاره ايه؟ تجارة ايه يا ولد؟ يا ساتر يا رب عناق، قصدك شويه البضاعه دول؟ يا دي ربنا يزيد ويبارك. اشي اكسسوارات وجرايد وبخاخات يلا ربنا يكرمك. بالمناسبة بقى، احنا ملناش معاكي بقى في الشغلانة دي ولا ايه؟ احنا مين يا ولد؟ الله انا وانت يا عم ابراهيم، الحق حبيب الله. هي تقدر تبيع ايها حاجة من غير الزباين بتوعنا مؤاخذة؟ وعلى رأي المثل اللي ما يشوفش من الغربال يبقى يعني بذمتك يرضيكي تاكلي حقي وحق الراجل الطيب ده. يا اخويا اللي عايزينه خدوه. اسمع يا فتوح، ايه بس؟ انت تتلم وتروح تشوف شغلك وما تجيبش السيرة دي تاني، والا هطردك من هنا على طول، فاهم؟ يا سلام، يا سلام عليك وعلى قلبك الطيب واللي خلق الخلق. انت ليك الجنه. ماشي كلامك يا عم ابراهيم، ماشي. ربنا يجعلنا غلابه، ربنا يجعلنا غلابه. هتكلم شفيق؟ اه طبعا. طب قول له يجي بالليل يتعشى معانا. حاضر، هقول له على اللي حصل والعرض اللي عرضناه على بابا واشوف رايه ايه. طبعا هينبسط جدا، ما هو كان عايز كده من زمان. هينبسط لما بابا يوافق. مش يمكن لما نشركه معانا في الموضوع يلاقي طريقه يقنع بيها بابا بالحل اللي احنا وصلنا له ده؟ بابا عنيد وانا عارفه كويس. بابا دلوقتي فقد 2، شفيق وادي سماحه كمان وانت على وشك. انا؟ لا يمكن طبعا. انا ممكن اختلف معاه لكن مش ممكن هسيبه ابدا.
ايه يا استاذ سكر؟ ايه يا سكر بيه؟ دي مواعيد برضه؟ تبقى الست محبوسه وانت تتاخر يوم بحاله. ما نعمل ايه؟ مش على بال ما جهزت الورق اللي انت طالبه يا هليدي بيه. عبال ما جهزت الورق وجاي لوحدك ليه؟ امال فين مراتك؟ رجلي على رجله. هو يقدر يسيبني؟ صباح الخير يا هنيدي. صباح الفل يا نعمه. جوزك ده تعبني قوي، مخليني ليا يومين مش عارف انام. سكر ده داخ عشان يجيب لك الورق المطلوب، وده نتيجة للعك اللي بتعكوه في الشركة. ربنا بقى يجيب العواقب سليمه. طب اتفضلوا اقعدوا استريحوا عقبال ما اطلع فوق غير هدومي عشان نروح للمحامي انا وانت يا سكر. يلا جهز نفسك عبال ما اخد قهوه انا والمدام. اتفضل يا مدام. يا نعمان. ايوه يا بيه. هات لنا 2 قهوه، ولا بلاش قهوه، هات لنا 2 اوروا بيتي كوشون. حاضر يا بيه. قررت النيابة عرض الأمر على القاضي الجزئي للنظر في تجديد حبس المتهم. يا أستاذ اعمل معروف، شوية عطف عليا. أنا ابني ست كبيرة وصحتي ما تستحملش. اعمل معروف، افرج عني وخد الضمانات اللي أنت عايزها، أي ضمانات. أرجوك يا فندم لو سمحت افرج عنها عشان خاطر ظروفها الصحية. آسف يا أستاذ، أمر النيابة صدر خلاص. أي حاجة عايز تقولها قولها قدام القاضي. رجعها عسكري الحجز. ما تخافيش، هدي نفسك، هنعمل اللازم. طمني، هدي نفسك، ما تخافيش. ما تخافيش، هدي نفسك. ما تخافيش، احنا هنحاول نفرج عنها في أسرع ما يمكن. طمنوا، ما تخافوش. ربنا يقدرك على الطيب. يا رب. يا مال. أهلا يا بهوات. ايه يا جماعة؟ ايه اخبار هند؟ حقيقي صعبت عليا قوي. كلها يومين وتخرج. المحامي هيوضب لها القضيه ويخليها ما تخرش الميه. احنا لولا بس اتفاجئنا وما كناش جاهزين بالورق ما كانتش اتحجزت ولا يوم. وبعدين بيني وبينك يعني كنا هنعمل لها ايه؟ مش هي اللي فضلت ورايا اكتب كل حاجه باسمي، خلي كل حاجه باسمي. انا صاحبه الملك، انا صاحبه المال، انا صاحبه الشركه. يا ما نصحتها قلت لها يا جميله خلي اسمك بعيد، ما رضيتش. كانت فاكره نفسها انها لما تغير اسمها بالورق اللي معاه اياها ده ما حدش هيوصل لها. انا كمان ياما قلت لها وحذرتها. كلكم غلطانين، وياما قلت لكم وحذرتكم. قلت لكم العمل ده نهايته مش كويسه، مفيش فايده، وادي النتيجه. يا نعمه التجاره شطاره. والشطاره هي الغش بقى ولا ايه؟ نعمه ماي فير ليدي، احنا مش غشاشين، احنا ما غشناش حد. احنا استوردنا الاغذيه المحفوظه في ميعادها وما كانتش خسرانه ولا حاجه. تجار التجزئه هم اللي ركنوها لحد الميعاد ما فات. امال واخدينها بربع الثمن ليه؟ مش عشان جايبينها قبل نهايه الصلاحيه بشهر واحد؟ لا، الكلام ده مش مظبوط. احنا جايبينها في ميعادها، في ميعادها المظبوط. المينا تاخر شويه، والجمارك تاخر شويه، التفتيش الصحي ياخر شويه، تجار التجزئه اخروا الباقي كله. الله، طب احنا بقى ذنبنا ايه؟ ذنبكم انكم جايبين اغذيه الاطفال قبل انتهاء الصلاحيه بشهر واحد، وانتوا عارفين كويس انها مش هتدخل البلد قبل 4 5 6 اشهر كمان. طبعا مستغلين حسن نيه الناس، محدش بيبص ابدا على تاريخ انتهاء الصلاحيه. وادي النتيجه، اطفال بتموت، اطفال ملهاش ذنب. انتوا لازم تدفعوا الثمن. ايوه لازم تدفعوا الثمن. عن اذنكم. هي مراتك معانا ولا مع الاطفال؟ انا ذنبي ايه؟ العصمه في ايدها. يا مصول ازيك يا بسيوني بيه؟ مرحبا استاذ سماح، ازيك؟ اهلا، ازيك يا بسيوني بيه؟ الحمد لله. الحمد لله. هو البيه اللي بتقول عليه ده مش هيجي بقى؟ هيجي، ده هو نزل مصر يومين 3 مش هيتاخر. انا عندي فكره بقى، لو عملوها هيكسبوا الطقطقين. فكره يكسبوا الطقطقين؟ طب ما تقول لي، قول لي برضه وانا غريب يا اخي. لا معلش يا بسيوني بيه،
دي لازم اتكلم فيها مع البهوات الكبار عشان احفظ حقي، وانا برضو ممكن اشاركهم. بس خلي بالك البهوات الكبار بتوعنا مش يعني كده، لا، وعالم نصح قوي، عالم مفتحين فاهمين سر صنعتنا تمام. يا بسيوني بيه قعدني انت بس مع البيت الكبير وانا اشرح له. طب يا حبيبي خلي بالك البيه الكبير ما بيفوتش النمله، كلامك معاه يكون بالميزان، صح؟ ماشي، يلا فهمني انت عليه بس وانا فاهمه كل حاجه. سلام عليكم. السلامه. ورينا يا نبيل. اظن يا شفيق احنا بعدنا عن بعض مده كافيه تكون قدرت تعدي الازمه اللي بتقول عليها. اللي بقول عليها؟ ايوه، لانك ما خلتنيش اشاركك في الازمه دي. لسه مطلوب مني ان افضل منتظره كده لحد امتى يا دكتور؟ نبيل، انا ما طلبتش منك تنتظري، ده شيء اختياري. اختياري؟ انا اللي اخترت الانتظار ده يا شفيق لحد ما تعدي الازمه اللي بتقول عليها، لاني بحبك وخايفه من نهايه الحب الكبير اللي ربط بينا. الحب ده المجتمع مش عايزه، الناس رافضاه. الناس مش رافضاه، انت اللي ما عندكش الشجاعه وتتقدم وتتكلم جد مع بابا وماما. انا عرضت اني اتقدم، لكن انت عارفه ان والدتك هي اللي معارضه. معارضه بدون اسباب، يعني معارضه واهيه وانت ممكن تتغلب عليها. معارضه باسباب، ووالدتك هي الوحيده اللي بتتمسك بيها. انت ممكن تكون اقوى منها يا شفيق، ده مستقبلنا وحبنا وانت لازم تدافع عنه. حبنا بيتخنق يا نبيله، والدتك ووالدي هما اللي بيخنقوه. والدك؟ انت ما قلتليش ان هو معترض، انت قلت لي ان هو مسافر وبس. معترض ليه؟ مش موافق ليه؟ والفت هانم هي اللي مش موافقه عليه، مش عاجبها. شفيق انا مش فاهمه اي حاجه، في سر في الموضوع ولا ايه؟ في جريمه حصلت في حق الحب اللي بينا، جريمه انا ارتكبتها. انت؟ ايوه انا كنت فاكر انها هتعدي ومحدش هياخد باله منها، لكن ايه يا شفيق؟ قولي، فهمني، انا بقيت محتاره، انا مش عارفه ايه اللي حصل، ايه الجريمه اللي حصلت دي؟ ابويا ماله؟ جرى له حاجه؟ انا ابويا راجل بسيط جدا، راجل فقير كمان على قد حاله. ابتدى حياته سايس مواقف عربيات، وبعدين بقى هو الرئيس بتاع الموقف ده، يعني النادي رسمي، لا هو راجل اعمال ولا غيره. كل ده كان كذب في كذب، ومامتك عرفت الحقيقه دي، عشان كده رفضت جوازنا. فهمت يا نبيله؟ هي دي الحكايه. محدش قال لي ليه؟ خوفنا على مشاعرك. مامتك كانت خايفه على مشاعرك يا نبيله، لانها كانت عارفه الحب الكبير اللي بينا، فطلبت مني ان انا ابعد عنك بشكل تدريجي. فاخترعت حكايه المنحه والسفر بره والازمه علشان نبعد عن بعض اكبر فتره ممكنه. انا مش قادره اصدق، مش قادره. عملت كده ليه يا شفيق؟ مش عارف. انا اتورطت في كده ومشيت وراها وما عرفش ارجع عنها. انا حاسه اني مش بكلم شفيق اللي انا عارفاه، لا عمري ما تصورت انه يخدعني او يضحك عليا. حاسه اني بكلم شخص تاني، شخص غريب. من حقك تاخدي مني اي موقف، تبرئيني، تدينيني، تعذريني، لكن انا هيكون عذري دايما يا نبيله اني حبيتك. حاسه اني تايهه، مش عارفه اعمل ايه. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ انا كل طلباتي انك ما تكرهينيش، ارفضيني زي ما انت عايزه، عيشي حياتك، بس بلاش تكرهيني لاني حبيتك. انا نبيله، اي كلام هتقوليه دلوقتي هيبقى مجرد مجامله او شفقه، وانا مش عايز لا مجامله ولا شفقه. شفيق. نبيله، انا بعفيكي من اي تعليق، بس افتكري دايما اني لما حبيتك
سبت بيتي واهلي عشان المشكله دي برضه، وعايش لوحدي دلوقتي لاني رافض شغل ابويا. انت بتقول انك عايش لوحدك؟ من مده كبيره، من ساعه ما بدات الازمه. هي دي الازمه يا نبيله اللي مش عارف اذا كانت هتنتهي ولا هتستمر معايا طول حياتي. انا مش قادره اقول حاجه. انا مع السلامه يا نبيله. انا عارف انك لازم تنسحبي دلوقتي. بلاش مكرونه يا صبري، انت عارف انها كلها نشويات. خد بفتك احسن. شكرا. مساء الخير يا بابا. مساء الخير. ازيك يا ماما؟ تعالي كلي. اتاخرت ليه؟ ماليش نفس. كنت فين؟ عند الدكتور شفيق يا ماما. واخباره ايه؟ الحمد لله، بينفذ الخطه زي ما حضرتك امرتيه بالظبط. امرته؟ امرته ده ايه؟ يعني حضرتك رفضتي خطبته واتفقتي معاه يقطع صلته بالتدريج عشان وظيفه باباه مش عاجباكي. برافو، عظيم، كويس انك عرفت الحقيقه. ويا ترى الوظيفه دي عاجباكي انت؟ وظيفه شريفه وراجل مكافح ربى اولاده احسن تربيه، ليه ما تعجبنيش؟ ما تنسيش انك انت عايشه في مستوى ما تقدريش تنزلي عنه. ممكن اضحي في سبيل ان اعيش مع انسان حاسه بيه وبحترمه. تقدري تضحي لما تكوني لوحدك انت، ضحي. انما لما الوظيفه دي والموضوع ده يمس حد تاني، لا، لانه يمسني انا ويمس باباكي ويمس حتى ولادك اللي لسه ما جوش. مش كده ولا ايه يا صبري؟ مظبوط مظبوط. يا ماما الاعتبارات دي اعتبارات واهيه ملهاش اي معنى في العصر اللي احنا عايشين فيه. الانسان بعمله وجهده واخلاقه وبس. ده كلام افلام، لكن احنا عايشين في الواقع. انسيه، انسي شفيق خالص يا نبيله، وتنسيش ان الموضوع ده ضد ارادتنا، وبكره تعرفي ان احنا بنبص لصالحك وبس. بابا، كلام ماما مظبوط يا نبيله. بطل اكل بقى يا صبري.
شفتي العيال وعمايلهم سابوهم؟ انا مش فاهمه ايه اللي جرالهم. الاول شفيق وبعدين سماحه والاخر احمد كمان يعوم على عمهم. عمك ابراهيم تعبان قوي من الحكايه دي. وهي دي حاجه سهله ياما؟ ولاده التلاتة فجأة كده يبص حواليه ما يلاقيش حد فيهم، كل واحد راح من سكة. شفيق هو اللي غلطان، هو اللي ابتدى بالغلط. شفيق ياما كان عايش وسطنا بشخصيتين، شخصية بيتكلم بيها وشخصية بيتصرف بيها. وحد يعمل اللي عمله ده أبدا؟ يروح يحب البيت ويطلبها للجواز ويعمل ده كله بالكذب من ورا أبوه؟ إنسان ضعيف مهزوز. وانت اللي كنت طالعه لي به السما السبعة. ما كنتش عارفاه ياما، ده أنا كمان كنت متخيلاه في شخصية تالتة غير الشخصية اللي بيتكلم بيها والشخصية اللي بيتصرف بيها. قعدت تحلمي وتبني قصور في الخيال لحد ما بان على حقيقته أوحش إخواته. ما فيش حد وحش ياما، الظروف هي اللي بتخلي الإنسان وحش وإنسان تاني كويس. اللي أصيل بصحيح وطلع جدع هو سماحة، بس غلبان عيني عليه، ظروفه ما ساعدتوش، هو أكبرهم وعشان كده اشتغل بدري وتحمل المسؤولية بدري، وكل ده على حساب تعليمه اللي ما كملوش يا حبة عيني. ما هو ده اللي أنا بستغرب له. سماحة صحيح أكتر واحد شايل المسؤولية وحاسس بيها، يطلع منه التصرف الغريب ده. قصدك حكاية البت إياها اللي كلمتيني عليها؟ سماحة كان لازم يفهم كويس قوي إن البت دي ما تستاهلوش ولا تستاهل حب، كانت بتدور على مصلحتها وبس. ما يمكن يا بنتي له مصلحة في السفرية دي؟ أكيد له مصلحة، بس هو نفسه مش عارف إذا كانت المصلحة دي صح ولا غلط. عيني عليك يا إبراهيم، ولادك التلاتة مرة واحدة سابوك، مرة واحدة اتقلبوا عليك. ربنا يهدهم لك يا إبراهيم يا رب. تصبح على خير يا بنتي. وانت بالأهل يا ياما. اتفضل يا فندم، طلب التماس للإفراج عن المتهمة. بناء على طلب محامي المتهمة بالإفراج عنها نظرا لظروفها الصحية، توافق النيابة على الإفراج عن المتهمة على ذمة القضية بكفالة قدرها 20,000 جنيه وبضمان محل إقامتها. اتفضل يا اخوي. السلام. اقرا الاهرام، اقرا الجمهوريه. يا صباح الخير. اهلا اهلا يا صفيه. اهلا يا بنتي يا حبيبتي. ازيك؟ ازيك يا طنط نزهه؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ وازاي يا عم ابراهيم وشاديه؟ كويسين كلهم وبخير والحمد لله. امال شاديه فين؟ انا عايزاها. تحت امرك. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. هتيجي امتى؟ ساعة زمن وتكون وصلت. اول ما تيجي شاديه قولي لها تعدي عليا في البيت، انا عايزاها في موضوع مهم جدا. من عينيا يا حبيبتي. خلاص مع السلامه يا طنط نزهه. بألف سلامه يا مع الف سلامه. بألف سلامه. اقرا الاهرام. استنى احسن. هنيدي ما جاش معاك ليه؟ بيفضي مركب البضايع بتاعتنا اللي في اسكندريه، مش معقول يسيبها للصبيان. طب وال20,000 جنيه كفاله هتلحق تدفعهم النهارده؟ لا ما اظنش، الخزنه قفلت
والبنوك كمان على وشك. طب وبعدين الحل ايه؟ وما فيش بقى غير ان حضرتك هتبات النهارده والصباح رباح تاني. مفيش حل غير كده. المبلغ كبير قوي وانا مش معقول كنت هاجي ومعايا 20,000 جنيه. اكتبي لي الشيك. بس لازم تصرفه الصبح بدري عشان تلحق تدفع الصبح على طول. انت بتكتبي كام؟ مش الكفالة 20,000؟ خليهم 30 عشان المصاريف. طيب. اهلا وسهلا استهاني. اهلا وسهلا. اهلا نورت استهاني. اهلا يا هند، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا نعمة. ايه جهزت كل حاجه يا سكر؟ طبعا كله جاهز. نعمان. ايوه يا فندم. الشنط لو سمحت. حاضر يا فندم. اقوم انا بقى. اغير هدومي وانام شويه احسن، مش قادره اسلك طولي. اكيد ما كنتيش بتنامي هناك. انام؟ وحتى لو نمت هو ده اسمه نوم؟ عن اذنكم. هند على فين؟ انت قدامك ساعه بالكتير وهتنزلي تاني. انزل اروح فين؟ المطار. مطار؟ ايوه، انا حجزت لك التذكره وجهزت لك جواز السفر هتسافري باسمك القديم جميله، مش باسمك الجديد هند. وانا مرتب لك كل حاجه في سيبروس قبرص. ايوه سكر وهنيدي رتبوا لي كل حاجه. لازم تهربي يا هند. اهرب؟ انا يستحيل اسافر. انت بتقولي ايه يا مجنونه؟ انت فاهمه معنى الكلام اللي بتقوليه ده ايه؟ هند هانم انت موقفك سيء قوي في القضيه ومش بعيد يطصوكي 10 سنين سجن. ده ما كانش فيها اشغال شقه مؤبده. لازم تهربي. ايوه لازم تهربي. مش معقول طبعا نتحمل كل اللي اتحملناه ده عشان نوصل للافراج وتخرجي انت تقولي لا انا مش مسافره. طب هتفضلي هنا تعملي ايه؟ وليه؟ ولمين؟ لمين؟ لولادي. ولادي يا هنيدي. انا ما صدقت اخرج افراج بس عشان اشوفهم. ده انا بقالي 20 سنه بستنى اليوم ده. اشوف احمد ومراد وشفيق. حرام عليكم تقولوا لي اهرب اسافر بره. انفدي بجلدك. انفدي بجلدك يا هند قبل فوات الاوان. انتوا جرالكوا ايه؟ انتوا من امتى بتناقشوني في اوامري؟ انا خدت القرار وانتهينا وخلاص. اللي عايز يكلمني بعد كده يكلمني في ولادي وبس. انا القضيه ما تهمنيش، ترسي زي ما ترسي. كل اللي يهمني ولادي، اشوفهم وبس. خير يا صفية هانم؟ أنا كنت عايزة منك خدمة صغيرة. أنا في خدمتك دايما. عايزاكي تدوري لي نواحيكم يعني في الحتة على محل صغير أو دكان. محل أو دكان؟ مش فاهم. ناوية تعمليه إيه يعني؟ أهو دكان كده صغير وخلاص يا شادية. عايزة أعمل فيه مشروع. ناوية تفتحي بقالة؟ بقالة؟ لا مش بالظبط كده. أنا عايزة أشارك عليه حد من ناحية أحمد. يعني نفتح ورشة لسماحة مثلا ونشاركوا عليها. يا سلام، ده كان يتمنى.
سبتك تتمتعي بالعز مع نصار ومشيت في طريق الفقر والتعب والشقى. مشيتوا مع أولادي سنة بسنة ويوم بيوم. كان فين الشرع والحلال والحرام لما سبتيني عيان ومعاكم لحم؟ كان فين يا جميلة؟ ابراهيم ابوس ايدك ما تحرمنيش منهم اكتر من كده. ابوس رجلك خليني اشوفهم. مستحيل مستحيل. انت ميتة في نظرهم من 20 سنة. لو عرفوا انك لسه عايشة مش هيستحملوا الصدمة دي وهم مش ناقصين. ازاي تعمل كده؟ ازاي تموتني في نظر ولادي وانا عايشة؟ انت ايه؟ ما عندكش قلب؟ ما عندكش رحمة؟ فين ولادي؟ عملت فيهم ايه؟ ربيتهم ولا ما ربيتهمش؟ علمتهم ولا خليتهم زيك يقفوا في الموقف؟ بس كفاية. إذا كنت بتحبي ولادك صحيح ابعدي عن طريقهم. ولادك النهارده رجالة محترمين، حرام عليك تحطمي حياتهم. حاضر، مش هحطم حياته، مش هعمل أي حاجة، مش هكلمهم خالص، مش هقول لهم حتى إن أنا أمهم، بس خليني أشوفهم. عمرك ما هتشوفيه، عمرك يا جميلة. ولادك دلوقتي كل واحد في سكة وفي ناحية. أنا بس اللي من حق أشوفهم وأعرفهم. هشوفهم يا إبراهيم، هشوفهم، هدور عليهم في كل حتة وهلاقيهم يا إبراهيم. هلاقيهم ولازم هشوفهم. ايه الاخبار يا هندان؟ رفض الجبان. رفض يقابلك؟ رفض اني اشوفهم. وطبعا حضرتك مصممه يا هندان. الا مصممه، طبعا مصممه. ده انا مستعده ادفع حياتي كلها علشان اشوفهم. بعد كده مش مهم بقى اذا كنت اعيش ولا اموت. بعد الشر عليك، واحنا خلصنا برضو. على العموم احنا مستعدين نتدخل. طب انا عندي اقتراح. بالتالي لو رحت انت قابلته وكلمته او انا قابلته وكلمته يمكن يفتكر ايام زمان ويعمل لنا خاطر. الحكايه مش حكايه خواطر. ابراهيم مصمم على رايه. ده انا حاولت ابوس ايده ومفيش فايده. لا اكتر من كده، انه مفهمهم ان انا مت خلاص. لا ما دام فاهمهم انك متي ابراهيم عنيد وانا عارفه، يبقى انت متي خلاص. انا عارف ابراهيم ده طلع لنا منين. ما كنا خلاص ما صدقنا نخلص منه. هنيدي، احنا اتكلمنا في الموضوع ده وفهمتك كويس، وانت كمان يا سكر اظن فاهم كويس الموضوع ده يهمني قد ايه. انا مش هسيب مصر، انا مش ههرب، هشوف ولادي ولازم اشوفهم وبأي تمن. دول ولادي، افهموا. يا هند هانم احنا مقدرين موقفك، واي واحده في مكانك لازم تعمل كده. على العموم سكر، احنا لازم نساعدها يا سكر. الهانم تؤمر وانا تحت امرها. انا مستعد اجيب العيال ال3 متكتفين وتحت رجليكي، واجيب معاهم ابراهيم كمان متحزم معاهم. لا انا مش عايزاك تعمل كده ابدا. الله، ايه اللي لا؟ امال عايزه ايه؟ ما تفهمينا. عايزه اولادي يفضلوا زي ما هم، فاهمين ان انا مت. انا مش عايزه اصدمهم في حياتهم ولا مشاعرهم. انا عرفت من ابراهيم انهم في مراكز محترمه، يعني ظهوري في حياتهم مش هيزود احترامهم في نظر الناس، بالعكس يمكن يقلل من احترامهم، خصوصا القضيه اللي انا متهمه فيها ومحدش عارف هتنتهي على ايه. لا فدي عندك حق يا هند هانم. الاولاد لو عرفوا انك عايشه بعد العمر الطويل
اللي عاشوه فاكرين انك ميته يمكن تحصل لهم مصادمه باراشوك يتجننوا. انا اهون عليا انهم يحبوني وانا في نظرهم ميته عن انهم يكرهوني وانا عايشه. انا بس عايزه اطمن عليهم، عايزه اشوفهم زي الناس ما بتشوفهم، عايزه اقعد معاهم، اتكلم معاهم، اسلم عليهم، ايدي تلمس ايديهم. طبعا اذنكم، انا هطلع انام لان بكره الصبح مسافر اسكندريه، عندي شغل كتير هشقر عليه ويمكن اتاخر يومين ثلاثه. تصبحوا على خير. وانت من اهله. اسمع يا سكر، أموري. انا عارفه انك حاسس بمشكلتي اكتر من اي حد. طبعا ضنا غاليه هند هانم، أموري وانا تحت امرك. انا عايزه اشوف ولادي، عايزه اعرف اخبارهم، كل حاجه عنهم، تفاصيل التفاصيل عن حياه كل واحد منهم. ايوه بس ده هيكلفك كتير قوي يا هند. وماله، انا مستعده اصرف ثروتي كلها عليهم. انت حره، بس سكر ما يقدرش يدفع ده كله من جيبه. ويدفع ليه؟ اي قرش هيصرفه انا مستعده ادفعه. سكر ايوه هات رجالتك شغلهم كلهم وما يهمكش الفلوس. انت تأمري وانا تحت امرك يا هند هانم. من بكره هتشوفي الشغل اللي على اصوله ده. انا من زمان ما خدمتش الانسانيه. يا صباح الخير. صباح النور. ازيك؟ قولي لي ايه الاخبار؟ يا سلام، حظك من السما يا صفيه هاني. ده بس عشان نيتك الطيبه. حته محل انما ايه، لقطه وفاضي وجاهز. لو عايزه تستلميه دلوقتي مفيش مانع. يا ريت. يلا بينا، مستنيين ايه؟ يلا بينا يلا. اطمن يا سي ابراهيم، جميله مش ممكن هتوصل لسكته اذا كنت انت نفسك ما انتش عارف طريقه. ايوه نزهه، بس هي مصممه، انا مش عارف مين اللي وراها دي. تفتكر لسه يا ترى متجوزه نصار ولا اتطلقت منه ولا وصلت لغايه فين؟ وانا مالي، يهمني في ايه الكلام ده؟ اهو كنا برضو عرفنا حدودها فين عشان نعرف نتصرف معاها ازاي. ما خطرتش في بالي دي يا نزهه. انا كان كل اللي هاممني انها تبعد عني وعن العيال. هي صحيح باين عليها العز قوي، لكن انا مالي جابته منين ولا متجوزه مين. ويا ترى بتشتغل في ايه كمان؟ انا كل ده ما يهمنيش، انا اللي يهمني العيال وبس. لا، وهم العيال مالهم؟ هو انت حتى بتشوفهم؟ طب اعمل ايه دلوقتي يا نزهه؟ مش تفطميني؟ اسمع يا سي ابراهيم، انا عندي فكره بقى، انما هي جميله مش ممكن تدور على العيال في الشوارع والبيوت وفي وسط الالافات دي كلها. صح. يبقى مش ممكن هتلاقيهم الا عن طريقك انت، هتراقبك لغايه ما تعرف سكتهم. مظبوط الكلام يا نزهه. يبقى انت ما تهوبش يمة العيال دلوقتي ابدا لحد هي ما تتعب من التدوير وتبطل تدور عليهم. دور يا زمن، دور يا زمن بينا وعدي، ولف بينا وخد ودي، دي سكتك مهما تودي، نهايتها في بداية المشوار. يا زمن دوار، يا زمن مهما
في زمن دوار